لما باجي اعمل اعلان ما بزعقش للناس علشان يشتروا مني البرودكت بالعافيه. وانا هنا ما اقصدش الزعيق لاترالي، بس اقصد الطرق اللي كلها بتحسس الناس ان انت بتجبرهم او بتزعق لهم علشان يشتروا البرودكت بتاعك. وده بيحصل عن طريق حاجات كتيره جدا، زي ان انت تفيك conversations بينك وبين celebrities. ده بيقلل من البراند بوزيشننج جدا، وعمره ما بيحسس الناس ان انت عندك added value علشان celebrity دخلت كلمتك. even لو احنا عارفين ان في نيجاتيف ماركتنج، بس مش كل نيجاتيف ماركتنج ينفع. طب ايه اصلا هدف الاعلانات؟ اول حاجه احنا بنعمل اعلانات عشان الناس تعرف ان انت موجود. يعني انت لو عندك احسن برودكت في الدنيا وبتستخدم اعلى كواليتي واحسن ماتيريال، بس ما حدش يعرف عن البرودكت بتاعك حاجه، اكنك ما جيتش بالظبط. تاني هدف للإعلانات إن هي بتبني ثقة. الناس لما بتشوف طريقتك والفيديوز بتاعتك أكتر من مرة بتبدأ تبني ثقة بينها وبين البراند بتاعك. تالت وآخر هدف إنه يفكر الناس وقت الشراء. الناس مش لازم أول ما تشوف الإعلان بتاعك تروح تشتري على طول. ممكن الإعلان يعلق معاهم، ووقت ما يبقى عندهم نيد للبرودكت بتاعك يبدأوا يشتروا، يفتكروا على طول الإعلان بتاعك. علشان كده لازم تبقوا فاكرين دايما إن الإعلان فكرة صح توصل في الوقت الصح للشخص الصح.